قال لما خرجت الحرورية نسبوا إلى بلدة تجمعوا فيها في ظاهر الكوفة يقال لها حروراء، اعتزلوا في دارهم. وهذا يدل على أن المعتزلين الذين يعتزلون أهل السنة على خطر، ومفتتحوا باب ضلالة، مفتتحوا باب ضلالة وعلى خطر. المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن البصري وافتتحوا باب ضلالة، والخوارج هؤلاء اعتزلوا الصحابة وافتتحوا باب ضلالة، وهكذا كل معتزل عن أهل السنة يفتتح باب ضلالة. فالذي يعتزل أهل السنة ولا يرفع بهم رأسا ولا يضع يده في يدهم ولا يثني عليهم ويقرب منهم ويزاورهم ويزورونه، هذا مفتتح باب ضلالة، فليحذر المسلم. فهناك من الناس من يسعى إلى هذا الخط وهذا الطريق، يريد أن يعتزل أهل السنة، تفتح له كتلة جديدة، طريق جديدة، جماعة جديدة، فرقة جديدة. نعم، لا يتواصل بأهل السنة ولا ينزل عندهم، ولا كذلك أيضا يثني عليهم، وربما بدعهم وهجرهم وخالفهم وغلا، وحصلت منه شدة وغلو وفرقة، ويعتزل في بقعة يبحث له فيها عن مسجد أو بقعة أو كذا لأجل أن يكون فرقة من فرق الغلاة. هؤلاء ما يفلحون إذا كانوا على هذا السير. فهذه قاعدة أن من فارق أهل السنة افتتح باب ضلالة.